السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم مع كوثر كويزير هنحضروا كوكا أم وليد الأسطورية. الوصفة الأصلية منقولة عنها، جبنينة مرقة وسهلة التحضير. فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ننتقل إلى المقادير وطريقة التحضير. المرقة تاعنا نحط كاس حليب بدرجة حرارة الغرفة، نص كاس زيت نباتي، حبة بيض كاملة وخلطوا مليح، ونزيدوا كمية من الفرينة حوالي 3 ملاعق إلى 4 ملاعق كبار. من بعد مغرفة صغيرة ملح ونصف كيس خميرة الحلويات، ونكملوا نلمو بالفرينة حتى نتحصلوا على عجينة ما تكونش طرية، أي حكمة روحة، ونعجنها شوية. من بعد نقسمها إلى 4 كريات أو 6. أنا درت 6، راح نستخدم 4 منهم وزوج. تعرفوا واش راح نديرو بهم في الوصفة الجاية إن شاء الله. ونخلوها تريح 10 دقائق بين ما نوجدوا الحشو البنين. الحشو تاعنا نقلي حبة بصل حتى تكرمل، نزيد كمية من بولي اشي وربيت فص ثوم والتوابل، فلفل اسود، ملح، ونصف مكعب مرق الدجاج يبدأ بنة هائلة ويعوض التوابل الاخرى. كما نعرفوا الدجاج يحب التتبيل. ونزيد مغرفة كبيرة طماطم مصبرة وحبة طماطم كنت ربيتها وخليها تتجمر. وهذا الحشو يجي بزاف بنين، لكن تقدروا تستغنوا على الدجاج غير شكشوكة والكوكا تاعنا تجي بزاف بنينة عادي جدا. نروحوا للكريات بعد ما ريحوا نفتحوهم بهذا الشكل على حساب البلاطو اللي يكون عندكم، ولازم تكون العجينة رقيقة هكذا. نزيدوا الزبدة اللي كنا ذوبناها، أنا ذوبت حوالي 125 غرام زبدة، وما هيش زبدة التوريق زبدة التوريق العادية استخدمتها عادي جدا نفس النتيجة، لكن من الأحسن التوريق. ونزيد طبقة الثانية من العجينة فوق الأولى بهذا الشكل، ونبقى ونديرو في الزبدة هكذا بين كل طبقة وطبقة. كمل بنفس الطريقة، وفي الآخر نتحصلوا على العجينة المورقة اللي رانا نحوسوا عليها. نحطوها في الثلاجة حتى تحكم روحها، وهذه الخطوة إجبارية. لما نجبدوا عجينة مورقة تاعنا من الثلاجة نفتحوها على شكل بلاطو تاع الفرن اللي يكون عندكم. نزيد الحشو اللي كنا حضرناه مع بعض، جبن مثلثات وجبن مبشور، وسبق اني قلتها من قبل ديروا واش تحبوا واش يكون عندكم. من بعد نغطيها بالطبقة الثانية، نحي الزوائد وندهنها بصفار البيض، والتزيين اختياري. انا درت زيتون مقطع وجنجلان ونديروها الطيب. لهنا بعد ما طابت شوفوا لي كيفاش جات، المنظر يحكي وحده والبنة روعة، جات بزاف بنينة. نتمنى تجربوا الوصفة. نلتقي في وصفات اخرى، الى اللقاء.